ازيكم؟ في مثل بيقول اللي اختشوا ماتوا. حد يعرف قصة المثل ده؟ فكان في اسكندرية حصل حريقة في حمام عام، وطبعا الستات اللي جوه كانوا ما بين من غير هدوم وما بين نص هدوم، يعني ناس في حمام عام. ففي الحريقة في ناس جريت عشان تلحق نفسها، وفي ناس استحت ان هي تطلع. فمين اللي مات في الحريقة؟ اللي استحوا هم اللي ماتوا، لانهم ما عرفوش يطلعوا عشان هم كانوا شبه عريانين او حاجه زي كده. ليه انا ذكرت المثل ده بقى؟ عشان انا عايز اقول اللي اختشوا اتطلقوا. 90% من الرجاله بيشتكوا ان الستات بيستحوا وبيتكسفوا يعملوا كل حاجه، وحتى في ستات بتشتكي انهم بينكسفوا يتجاوبوا مع الراجل ومش عارفين يعملوا ايه. يعني هغمض عيني كده وافتحها، المكان اللي عيني هتفتح الاقي نفسي باصص عليه همسكه. ايه انت ليه الادب؟ أنا مقدر ومتفهم الحياة اللي عند الست، وخصوصا الست المصرية، خصوصا الست المصرية. الست المصرية هي الأكثر حياء على الإطلاق، وده مش شرط يكون فضيلة، يعني مش بقول كده إن أنا بتباهى إن الست المصرية هي الأكثر حياء. لا، هو الحياء له أماكن وله ظروف وله كل حاجة. يعني الحياء ما هوش غاية إنك توصل لها، الحياء ده أسلوب حياة يتناسب مع الظروف. فمش شطارة ان الواحدة تبقى حيية في كل حياتها من ساعة ما تتولد لغاية ما تموت، وجوزها فين، وفي حاجات كتيرة يعني مش. فالحياة فضيلة لحدود معينة. فنرجع للي انا عايز اقوله، ان البنت من بعد ما تولد وتبدأ تمشي 4 سنين 5 سنين يبدأوا يغطي البنت، ما حدش يلمسك، ما حدش يقرب لك. وبجانب ده ساعات بتعرض للتحرش من ناس غريبة وناس قريبة، وبيحصل لها مواقف. فالبنت بتطلع في أجواء مرعبة، ما بين حرام وما بين تقاليد وما بين ثقافة وما بين ظروف اجتماعية وما بين كله ده بيحاول يحط سياج حوالين البنت ما بتبقاش قادرة انها تتنفس. وطبعا انا مش ضد كل ده، بس كل حاجة بالعقل والمنطق. فلما تفضل البنت يتحط عليها السياجات دي كلها والحاجات دي كلها، وتيجي مثلا عند سن 18 سنة ولا حاجة جالها عريس وهتتجوز، يلا ده راجلك، اتعري قدامه بقى واعملوا له كل اللي هو عايزه، وهيعمل فيكي كذا وهيعمل فيكي كذا، وانت تكوني مبسوطه وترقصي له وتعملي له، عشان تجيب واحده مغلفه الغلاف ده كله، غلاف فكري وغلاف معنوي وغلاف جسدي. تيجي بقى تقول لها تحرري من ده كله لصالح الشخص ده، مش اي واحده هتستجيب بسهوله. فالست الله يكون في عونها. اغلب الستات بيكونوا عايزين يتجاوبوا وعايزين يعملوا كل اللي انت بتقول عليه، بس خلاص بقى عندهم تروما كده انهم ياخدوا خطوة ايجابية في العلاقة او في الحاجات بتاعتنا دي. طيب الحل ايه؟ انا ما عنديش حل مباشر ان انا اقول لك اعمل كده اعمل كده المشكلة تتحل، لا. هو اللي انا اقدر اقوله لك، لو الموضوع اوفر جدا فدي فعلا مستاهلة علاج نفسي. يعني الموضوع مستحق انك تاخد مراتك وتروح على اسكندرية على القاهرة وكلام من ده، تتفسح وتاخدوا له يوم حلو كده، وتقوم جايين ايه، رايحين لدكتور نفسي تحكوا له القصة. ده لو الموضوع صعب جدا. لو الموضوع يعني ايه نص نص، انا معرفش ازاي انك ممكن تقيمه اذا كان هو نص نص او لا، او هو حالة مستعصية. بس يعني حاول نشغل المنطق كده. لو الست بتتكسف تعمل كل حاجة، في ستات بتتكسف تغير قدام جوزها، في ستات وهي بتاخد شاور جوزها ما ينفعش يشوفها، في حاجات اوفر قوي كده. انا مش عارف ايه الكتير وايه القليل صراحة. انا مش عايز افتي في النقطة دي، وخصوصا انا ما اعرفش درجه حياء الست. يعني في ست بتستحي من حاجات بسيطه، في ست بتستحي من حاجات كبيره. فانا هنا مش بصدد ان انا اقدم لك الحل، لاني ما املكش الحل، بس انا املك ان انا اقول لك المشاكل اللي هتترتب على كده. وزي ما قلنا اللي اختشوا اتطلقوا. نرجع لقصه الحمام والستات اللي ماتت والستات اللي نجت. هل الستات اللي خرجوا عريانين دول هل هم قلالات الادب او ما عندهمش حياء؟ بالطبع لا، الناس دي برضو عندها حياة وكل حاجة، بس هم فضلوا انهم يعيشوا على انهم يتحرقوا، فضحوا بحيائهم عشان ينقذوا حياتهم. وهو قرار ما كانش سهل، ان واحدة تطلع الشارع عريانة كده، ده مش قرار سهل. واحنا هنا مش بنقولك اطلعي الشارع عريانة، احنا طالبين اقل من كده بكتير خالص. واللي انت هتستحي تعمليه في واحدة تانية ربما بتحب ان هي تعمله، فهتبقي مستحية
وتطلقي، والله مش تطلقي ولا حاجه، بس انا بجيب لك اقصى حاجه ممكن تحصل. طبعا ربنا ما يجيب طلاق ولا يجيب اي حاجه، بس انا بتكلم يعني ايه اسوأ الظروف. واكيد يعني الراجل مش للدرجه دي عشان مراته بتتكسف تعمل ايه مش هيطلقها ولا كده يعني، بس انا بجيب اسوأ حاجه. تبقي حقيقيه ومستحيه من جوزك حلالك بتاعك ويكرهك ويتعقد منك ويروح يبص لواحده تانية، ولا تجري عريانه في اوضه النوم مع جوزك وتنقذي حياتك الزوجيه وتبسطي راجلك ده اللي ملوش الا انت المصدر الوحيد للبهجه في حياته. ما تبقيش انت المصدر الوحيد للوجع الدماغ بس والنكد. في حاجه انا عايز اقولها، كون الست تكون نكديه شيء عادي ومسموح بيه في حاله ان هي في المقابل بتقدم سعاده برضو. يعني لما تديني ساعتين نكد وبالليل تديني ساعتين روقان الموضوع يشيل بعض. بس ما ينفعش تنكدي عليا بالنهار ونيجي بالليل كل ما اقرب منك معلش اصل عندي ظروف، معلش اصل هصحي العيال بدري، معلش اصل حواجبي ورمت. حواجبي ورمت ايه؟ علاقه الحواجب بالحاجات؟ طالما انت هنا مكسوفه يبقى طول النهار بقى تبقي مكسوفه مني كده وتحترمي نفسك كده وتبقي مؤدبه كده وتسمعي الكلام وما توجعيش دماغي وما تنكديش عليا. انت ست بتستحي ولا هو في النكد يعني قلبك جامد ووشك مكشوف ومعلمه في النكد، ونيجي وقت الجد تبقي الكيوت اللي بتتكسفي؟ لا، فالراجل الغلبان ده محتاج شويه دلع وفكك بقى من الموضوع بتكسف وما بتكسفش. وانا قلت لك ما عنديش العلاج، بس انا تصور عام كده لو قست على حاجات تانية في حياه البشر العاديه انك بتبدا اي حاجه وانت مكسوف. لو انت طالع على مسرح، لو انت بتعمل اي حاجه، لو انت طالع ترقص في فرح، لو انت اي حاجه بتبداها دايما وانت متوتر ومكسوف وكده. بس بالتدريج ابدا بالقليل وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك بالتدريج، هتلاقي نفسك كويسه. واللي يساعدك ان انت تكسري الحواجز دي واحساسك ان جوزك حبيبك ده محتاج لك ومحتاج للحاجه اللي انت ما بتعمليهاش دي. وحاجه كمان ان انت لو ما عملتيش كده ربما هو يدور على حد يعمل له كده. فاظن ان دول دوافع مهمه جدا ان انت تيجي على نفسك وتعصري على نفسك ليمون. مش تعصري على نفسك ليمون، انا مش محتاجه ليمون والله، الموضوع حلو، ابدأي بيه كده والدنيا هتبقى تمام. لكن ما تستسلميش لفكره ان انا بتكسف ومش عامله. لا، انا بتكسف بس هحاول. وفي النهايه اتمنى لكم حياه سعيده مليئه بالانفتاح والدلع والانبساط.